بأقل من نص كيلو من الدقيق هنعمل مع بعض 16 رغيف من العيش الشامي لسحور رمضان. كل عام وانتم بخير. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل العيش ازاي بكل تفاصيله وعلى الطاسة ويطلع معاكي منفوخ كأنك عاملاه في الفرن بالظبط. هنعمل مع بعض العيش النهاردة بكل سهولة وبمقادير بسيطة جدا وهيطلع معانا خبز ناجح. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنا معلقة كبيرة من الخميرة ونزلت عليها بمعلقة كبيرة من السكر وربع كوباية من المية الدافية. وهنا بنعمل اختبار للخميرة بتاعتنا عشان نتأكد ان الخميرة كويسة وشغالة. هقلبهم مع بعض كده تمام كويس جدا لحد ما السكر يدوب مع الخميرة، وبعدين هنغطيهم وهنسيب بقى الخميرة بتاعتنا لحد ما تتفاعل كويس، وبعد كده نرجع نشوف باقي الخطوات بتاعتنا. واول ما الخميره بتاعتنا بتتفاعل يعني بتلاقوها عملت رغاوي كتير وحجمها رفع شويه او الخميره يعني رفعت شويه، بننزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، كوبايه الا ربع من اللبن الرايب ويكون دافي، ونص معلقه صغيره من الملح، وبنقلب بقى الحاجات دي كده مع بعض. ومعايا هنا 3 كوبايات من الدقيق منخولين، وبعدين هننزل بيهم بقى وهيكون معانا طبعا ميه دافيه للعجن. هنبدا نلم في العجينه بتاعتنا، ولما نحس ان هي محتاجة معانا مية هنبدأ نضيف عليها مية دافية. اهم حاجة تكون المية بتاعتك دافية عشان الخميرة طبعا تشتغل والعجينة تخمر معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنضيف المية واحدة بواحدة كده مع العجين لحد ما نلم العجينة بتاعتنا. احنا محتاجين تكون العجينة كده طرية وفيها تلزيقة خفيفة. كل ما تحسي ان العجينة محتاجة معاكي مية بقى، اول ما بتلم كده بتاخدي شوية صغيرين كده شوية بشوية بين ايدك وتبدأي تعجني عشان العجينة تطلع معاكي مظبوطة. وطبعا كمية المية بتكون حسب نوعية الدقيق اللي معاكي، يعني في انواع دقيق بتقبل مية وفي نوع لا، يعني حسب ما انت شايفة العجينة بتاعتك. اول ما تبقى معاكي طرية بالشكل ده وعجينة كده سهلة بنلمها على طول، ورشة زيت خفيفة، نقطة زيت خفيفة على الوش كده عشان العجينة ما تنشفش، بلفها فيها تمام. وبعد كده نغطي الوش بتاعها ونغطيها بأي حاجة يعني ندفيها كويس جدا ونسيبها في مكان دافي عشان تخمر معانا بسرعة. واول العجينة ما بترفع معانا بالشكل ده، شايفين ارتفعت ضعفت خالص كده تمام. العجينة معانا بنجيبها بقى عشان نشتغل فيها. هحاول بس ان انا اخفف التخمير بتاعها شوية، وهنلمها بين ايدنا ونبدأ نقطعها لكور صغيرة. اهم حاجة تسيبي العجينة بتاعتك كده في مكان دافي عشان الجو برد وعايزينها ترفع معانا كده، لازم ندفيها تمام كويس جدا. وهنقطعها بقى نقسمها حسب ما انت عايزة حجم الرغيف بتاعك، تكبري او تصغري براحتك خالص. انا عملتها بالحجم ده عشان تبقى بنفس الرغيف الشامي اللي بنجيبه بره كده من الافران، يعني تقريبا بحجم بيضة. هقطع الكمية اللي معايا كلها. الكمية دي لما قطعتها عملت معايا 16 قطعة من العجين او 16 رغيف، يعني بنقطعها وبنلفها بين ايدنا كويس جدا وبتقفليها من تحت تمام زي ما انت شايفة بالشكل ده عشان تقدري تطلعي بقى معاكي رغيف مظبوط. بعد ما بنخلص الكمية كلها هنغطي على العجين بتاعنا تاني كده بكيس عشان وشه ما ينشفش، وهنسيبه يرفع معانا شوية تاني كده علشان نقدر ان احنا نفرده ونشكله ويبقى ماشي معانا. بعد كده هنجيب يدوب رشة دقيق كده بعد ما سيبنا العجين بتاعنا شوية، وبنبدأ من اول قطعة قطعناها ونبدأ نفردها تحت ايدنا بالشكل ده، وبعد كده بالمردنة ونمشي عليها بقى زي ما انتم شايفين بشكل دائري كده عشان نطلع معانا نفس شكل الرغيف اللي بره. بنمشي عليه بالراحة لحد ما نطلع معانا او يبدأ يوسع ويكبر معانا، ونطلعه بالحجم الرغيف اللي احنا عاوزينه. وعايزه اقول لكم ما بيبقاش تخين قوي وما يبقاش يعني رقيق. المهم ان انتي تظبطيه كده زي ما انتم شايفين. ده بيكون السمك بتاعه والشكل بتاعه. وبنكون مجهزين جنبنا صينيه عليها قماشه نظيفه ونبدا ان احنا نرص عليها العيش، لان لازم بقى عشان العيش يطلع معاكي ناجح ويطلع منفوخ تفرديه كله كويس كده في الاول وبتسيبيه عشان يرفع للمره التانية. هنفرد كل الكميه اللي معانا بقى بالشكل ده، واهم حاجه زي ما قلت لكم رشه دقيق تحت العيش عشان ما يلزقش، وعلى وشه لو حسيتي ان فيه تلزيقه بترشي رشه خفيفه قوي عشان ما يلزقش في ايدك ولا في المردنه، وعشان يبقى سهل التشكيل معاكي والفرد.
بنفرده ونرصه كله على الصواني او على صينيه كده ونغطيه. كل ما بنخلص طبقه بنغطيها عشان محتاجين العيش يخمر معانا للمره التانية. بنسيبه كده حوالي نص ساعه، وبعد كده بنجيب بقى الطاسه على النار، بنحطها كده لحد ما تسخن معانا، وبنقوم نازلين بالعيش بتاعنا. لازم اهم حاجه تكوني حاسه ان العيش يكون رفع معاكي تاني علشان ينفخ معاكي على طول. نزلته بالشكل ده بياخد تشميعه وبقلبه على طول عشان برضو يتسوى معانا ويبقى متشمع من الجهتين. اول ما بنحس ان هو بدأ كده برضو يتشمع من الجهة التانية بنقلبه، وبيبدأ بقى ان هو ياخد معانا لون زي ما انتم شايفين، وهيبدأ ينفخ معانا الرغيف. اول ما تحسوا كده ان في اي مكان بالراحة جدا ولفوه علشان كله يرتفع زي ما انتم شايفين. اول ما بيبدأ كده يرتفع، شايفين كله بقى معانا زي البالون كده. العيش بتاعك ناجح وخد الوقت بتاعه مظبوط في التخمير، يطلع معاكي بالشكل ده مفيش فيه اي حاجة. وشايفين تحفة. بتحمريه بقى كويس جدا وبتقلبيه كده علشان ياخد معاكي لون من كل جهة. هننزل بالرغيف تاني هنسويه كده. عايزه اقول لكم بقى النار عندي ما تبقاش عالية قوي وما تبقاش هادية علشان العيش معاكي برضو يتشمع وياخد لون ويرفع على طول، يعني ينتفخ كده ويرتفع معاكي زي ما انتم شايفين. بنسويه بقى كده بالطريقة دي. عايزة اقولك العيش طعمه تحفة، بيطلع معاكي حلو جدا وسهل وبسيط، مقادير بسيطة. اعملي الكمية اللي انت محتاجاها، حلو جدا معاكي بقى كده في رمضان ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. حلو للسحور ووقت الفطار، بصراحة تحفة. طعمه جميل وفيه يعني قيمة غذائية، وانت عاملاه كده بنفسك من غير فرن من غير حاجة. طالع معانا ممتاز زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، تحفة. هتسوي الكمية اللي معاكي كلها بقى بنفس الشكل. هتاخدي العيش بتاعك كله هتبدأي تسويه بنفس الطريقة، سهل جدا مفيش فيه اي تعقيد. هتنزلي بيه، اهم حاجة تكوني مظبطة النار تحت الطاسة بتاعتك، وهتعمليه بالشكل اللي انت شايفاه وهيطلع كله زي ما انت شايفة. شايفين؟ بتحاولي كده بس تضغطي على الاطراف عشان تعرفي ان هي اتشمعت وبدأت تاخد لون، وبنقلبه على طول بيبدأ ينفخ معانا زي ما انتم شايفين. اهم حاجة تحاولي ما تقطعيش الرغيف بتاعك، لانه لو اتقطع طبعا مش هينفخ بالشكل اللي انتم شايفينه ده. حاولي تسيبيه سليم. لو حسيتي ان هو انتفخ من جنبه والجنب التاني لسه زي ما هو، بتضغطي على جنب كده اي طرف من الرغيف، بتضغطي عليه شويه بالاسباتيولا اللي في ايدك، هتلاقي كله دخله هوا وبدأ ينفخ معاكي ويبقى مظبوط. ودي الكميه بقى عملتها كلها. شايفين قد ايه طري جدا وهش وسفنجي. وعايزه اقول لكم طعمه تحفه، لذيذ جدا في الاكل والولاد بيحبوه جدا. تحفه وطالع ناجح معانا وما خدش مننا اي حاجه، ولا فرن ولا حاجه ولا تعقيد، ومقادير بسيطه. عملنا كميه كبيره، حلو جدا زي ما قلت لكم، طالع تحفه. وكمان ينفع كده في السندوتشات، الله عليه، جميل جدا الايام الجايه في الفطار او في السحور، ينفع والولاد بيحبوه. عايزه اقول لكم طعمه حلو. اللبن الرايب كمان عطله طراوه كده وطعمه وريحه تحفه، يعني هو بيتسوى على النار كده ريحته حلوه جدا. شايفين الجمال؟ اتمنى ان الفيديو بتاعنا النهارده والوصفه تكونوا استفدتوا منها ويكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مره تدخلوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس وتعملوه الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله، ودمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.